نهار اللي جاتني فكره الاختراع وبعثتها لنجوم العلوم، عيطت لخويا في الجزائر. الفكره حكيت له عليها، قال لي خليك اختارنا. قال لي ماهيش فكره وماهوش هذا هو الاختراع. اذا كان تقول انه هذاك الشيء ما نقدرش عليه، تفكر دائما باللي على الاقل كاين مثال واحد اللي راه قدامك درك مرت عليه تحديات مفروض عشرات او المئات، اللي كل واحده منهم بحجم جبل، وكان يليق بها نقولوا ما نقدرش ونريكيلي ونشوف طريق واحده اخرى. لكن ما كانش ما افضل من الاقتحام بمتسلحا بزوج حوايج اللي هما الثقه والمعرفه. انا تعلمت الفرنسي بعد وقتها، تعلمت لونجلي بعد وقتها، تعلمت لا تكنولوجي والانفورماتيك والبروغراماسيون وانا راجل كبير، خدمت في مجالات تحتاج الجهد العضلي اكثر. مره كنت رحت للشونتي محتاج نخدم وسحتوني من الشونتي، قالوا لي مازلت صغير. خرجت روحت وليت رحت للسوق نبيع الجازوز ودرت حوايج خفاف، حتى عاودت انتجريت في لي شونتي من جديد. وين باسكو الشونتي دخل دراهم، كنا نجيبوا 20,000 في النهار. ولاد الاسره الكبيره في التسعينات كانت صعيبه المعيشه باه تتحقق الاكتفاء الذاتي في الاسره الا بمشاركه كل من يمكن ان يقدم. دراسه ربما تفوقت فيها من صغري بسبب اني كنت عندي خوتي كبار اطروني وانا تلميذ صغير، ساعدوني حتى اكتشفت اني من المتفوقين نوعا ما في الابتدائي والمتوسط والثانوي. البكالوريا كانوا صحابي ديما يلبسوا لي كوستيم ويلبسوا كلاسيك صباح الباك، انا لبست سيرفات مخفيفه وهزيت ستيلو مكسر. ما نقدر كنت صغير بصح لقيت فيا دافع اني نبسط الهندام والمظهر والكرطابل باه نلقى راحتي اكثر. لكن في الجامعه بدات شويه تحديات كبيره في الدراسه، مثل ما التحدي اللي وقع لي انا منهاج اللغه الفرنسيه. انا نخدم في لي شونتي وكابر في الصحراء، ما نقدرش ندير جمله كامله بالفرنسي. هذاك المشكل كاد انه يغير مسار حياتي. ربما اكثر واحد شجاع وجريء اني بديت نتعلم اتروافوار وبديت نتعلم كيفاه نكتب جمله بالفرنساويه. من في التريمستر الاول ديجا في لي زيكزامان قدرت نكتب نعبي ورقه الامتحان بون فرونسي. حسيت روحي زعما تفرنست في هذاك العام الاول تاع البروميير. ما كنتش نحب الحيوانات وما عنديش علاقه بالبيطره، وما كانش طموحي البيطره، وانما هو مجال يرميك اليه معدل البكالوريا. سيتي ماشين اللي وجهتني وليس انسان قعدت معاه ولا دار معاك انترفيو شافك واش حاب دير ولي كومبيتونس تاعك. بعد ما درست البيطره شوي بديت نفهم، بديت نعرف لاناتومي دو لانيمال، وبديت نعرف ياسر حوايج تعلقت بها. ما تخرجت من الجامعه 5 اني ديبلوم دكتور وميديسين فيتيرينير الا وانا عاشق لهذا الميتي. بالعكس كنت من المتفوقين في التخرج الجامعي وجيتي ديليغي دو برومو. صرا لي التحدي تاع جوست ما بعد التخرج، عشت ايام كحله، يعني ايام تحس فيها بالضياع. ما عرفتش كيف نحط رجلي من جديد وانا متخرج. لقيت واحد المخرج صغير تمسكت به، الا وهو العلاقات، لي ريلاسيون مع الناس. دخلت في واحد الفوروم يسموه DZVet.net، فوروم يربط لي فيتيرينير دو الجيريا ويحكوا همومهم وتبدا الصوره تتضح اكثر. حتى جربت في فوروم اخر في الخليج وتعرفت على بيئه جديده، وثم كانت نقطه تغيير نهار اللي هزيت كابتي ورحت لقطر. مستثمر قطري حب يدير معايا بروجي، بعث لي فيزا والبي. عشت في هذيك البيئه ودرت تجربه عمليه مهنيه مليحه ياسر. هذا الشيء زاد فتح لي عيني ايضا لاني نزيد نخرج من مجال البيطره ونفكر في وعلاه ما نديرش بصمه اخرى في مجال البيطره من خلال ابتكار. نهار اللي جاتني فكره الاختراع وبعثتها لنجوم العلوم، عيطت لخويا في الجزائر. الفكره حكيت له عليها، قال لي خليك اختارنا. قال لي ماهيش فكره وماهوش هذا هو الاختراع. جربت واذا بها ثوره في عالم التشخيص، واذا بها الفكره مش موجوده في السابق وراح تقدم اضافه كبيره في مجال حفظ الحيوان. وحتى انتهى نجوم العلوم في الفينال بصحفي خالد الجميلي قال والفائز بلقب نجوم العلوم هو محمد دومير من الجزائر. وهذيك الصوره مشهوره وين قفزت انا وجبت العلم. الذي حصد المركز الاول في برنامج نجوم العلوم في موسم الخامس هو محمد دومير من الجزائر. كانت هذه في 2013، يعني قبل 9 سنين من الان. خرجت منها بشهاده وجائزه، ولكن خرجت منها بنفسيه جاهزة ومستعدة لاقتحام مجالات كلها. ولو ربما راكم شفتوا كيف مؤخرا اقتحمت مجال التاريخ وهو ماهوش مجالي أصلا، وقدمت شيء يثنى عليه الجزائريين وعجبهم ياسر. وهذا يدل على أنه الشاب ولا الشابة إذا كان عندهم شغف في مجال معين راح يبدعوا فيه أكثر من المجال المهني العادي ولا التخصص تاعهم. ولت أحلامي ما تتوقفش في أني صاحب مشروع، وإنما لا رياليزاسيون تاع المشروع لازم ينزل للسوق، وأيضا إطلاق مشاريع وتأسيس بيئة كاملة متكاملة تستثمر في مجال التكنولوجيا حتى لغير البيطرية. لأن ننصح كل الشباب أنه يدير مشروعه الخاص بما أتيح من إمكانيات، ويكبروا أفكارهم ومشاريعهم في المجالات اللي يفهموها ولا اللي عندهم فيها شغف. خاصة وأنه عندنا وزارة اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة، يعني عندنا بيئة جديدة هي اللي راح تدير الفرق في الاقتصاد الفردي والجماعي. ونتمنى التوفيق لكل شباب الجزائر إن شاء الله.